أفلام زي The Lion King، ألادين، The Little Mermaid، أفلام كرتون، الأسد الملك، علاء الدين، وحورية البحر، أفلام تقريبا شكلت طفولتنا وكمان حققت مليارات. بس لو قلتلك إن الناس اللي عملوا المعجزات دي هم أصلا اتطردوا من المبنى اللي كانوا شغالين فيه، فترموا في مخازن طيارات قديمة كانت بتنزل مية من السقف على الرسومات الكرتونية. ودي قصة ديزني نفسها مش عايزة أي حد يفتكرها. لو عجبتك الفكرة تعال أفهم حضرتك إيه الموضوع. أهلا وسهلا بحضرتك، الخلاصة مع وائل. أهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة مع وائل، وأنا وائل النجار. الحكاية بتبدأ سنة 1985، ودي سنة بالنسبة لشركة ديزني تعتبر كارثة تاريخية، وده لأن في فيلم اسمه ذا بلاك كولدرون، والفيلم ده كان يعتبر في وقته هو أغلى فيلم رسوم متحركة موجود، وشركة ديزني كانت مراهنة عليه بكل حاجة. لكن اللي حصل كان صدمة. الفيلم فشل ذريع في شباك التذاكر، ومعرفتش ديزني تكسب من وراه أي فلوس. طبعا إدارة ديزني اتجننت، فرئيس قطاع الأفلام وقتها واللي كان اسمه جيفري كازنبرج قرر إن قسم الرسوم المتحركة ده كله بقى عبء على الشركة، وإن الرسامين دول بقوا بيكلفوا فلوس على الفاضي. والإدارة قررت إن هي تاخد قرار أبشع من الخيال. إدارة ديزني قررت تطرد الرسامين من المبنى التاريخي اللي هو أصلا بناه والت ديزني بنفسه، ونقلتهم لمنفى حقيقي، منفى بجد، مخازن طيارات قديمة ومهجورة كانت بتمتلكها الشركة. يعني تخيل معايا كده كان السقف عمال ينزل ميه على اللوحات المرسومه، والتكييف صوته اعلى من صوت الرسامين نفسهم، ومفيش اي مجال لاي لمسات فنيه، مجرد حيطان رمادي كئيبه. الوضع كان مهين، واداره ديزني كانت فعلا بجد زعلانه منهم لدرجه ان هم منعوهم ياكلوا في كافيتيريا الشركه مع باقي الموظفين، يعني اصبحوا منبوذين. والاداره كانت مستنيه ان هم ييأسوا، يستسلموا او يمشوا، لكن اللي حصل كان العكس تماما. وهو ده جمال القصة اللي هيحصل بعد كده.